ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ كلنا طبعا شفنا الاحداث اللي حصلت امبارح في الاراضي المحتله. وشفنا ازاي الفلسطينيين قدروا يعملوا عظمه بصراحه، وقدروا يعملوا تكنيك عسكري جديد يقدروا يوصلوا بيه الاراضي الاسرائيليه، ويخشوا هناك ينفذوا عمليات هناك، وعمليات قويه كمان. حتى هم اعترفوا بنفسهم ان العمليات دي تعتبر اسوأ عمليات حصلت من سنه 1973 لغايه دلوقتي. كل ده تمام، مفيش منه مشكله. طبعا لازم نأكد إن فلسطين تعتبر هي آخر دولة محتلة دلوقتي على وجه الأرض، وإن إسرائيل كان بتمارس معاها عمليات رهيبة وعمليات استفزازية بشكل بشع وانتهاكات رهيبة مع الشعب الفلسطيني. بس أنا كان ليا اعتراض بسيط قوي إن الفلسطينيين لما عملوا العمليات دي امبارح ودخلوا الأراضي المحتلة، طبعا قتلوا عساكر وقتلوا جنود وطبعا خدوا رهاين عشان يستخدموهم كدروع بشريه، رجعوا بيهم فلسطين تاني الرهاين دي. فالرهاين دي لما دخلوا بيهم فلسطين تاني ما خدوهمش كده وخلاص، خدوهم مبدئيا عشان يساووهم على المعتقلين اللي موجودين اوريدي في اسرائيل. تاني حاجه عشان اسرائيل ما تعملش قصف عشوائي على فلسطين وتدكها كلها في الارض. فطبيعي طبعا متفاهم ان هم دخلوا هناك وخدوا رهائن. بس انا اعتراضي بس على شكل الرهائن نفسهم. يعني هم دلوقتي خدوا عساكر وخدوا شباب، بس كان في كام لقطه كده كام واحده ست كبيره في السن، ويعني تقريبا دول كانوا هيفرقوا قوي. يعني مش هم دول الستات دي او الناس الكبار في السن بالذات كان هيفرق معاهم قوي ان هم كانوا هياخدوهم في الرهان، خصوصا ان احنا عندنا مثلا او في مش في الاسلام او في الانسانيه او في المعادلات الدوليه، ان الكبار اللي في السن بالذات بيبقى ليهم معامله خاصه. يعني احنا في الاسلام مثلا ما ينفعش تقتل كبير في السن، ما ينفعش تقتل ست، ما ينفعش تحرق زرع، كل ده ما ينفعش في وقت الحرب. فما كانش هيفرق قوي في الاثنين ثلاثه الكبار في السن اللي طلعوا في الفيديو دول، واحده واخده في عربيه جولف وماشيه، والتاني واخد واحد جنب منه في على موتوسيكل وبتاع. ما كانش هو ده اللي يفرق قوي، كان كفايه قوي الشباب اللي كانت اتاخدت، كان كفايه الرساله كانت وصلت، وكانوا دول برضه هيشتغلوا كدروع بشريه كويس جدا. وطبعا ربنا يوفقهم في حاجه زي كده، وطبعا حقهم بشكل رهيب ان ده اللي هم فيه. و... واي دلوقتي شعب محدش بيحارب الحرب بتاعته، العالم كله اصلا في ظروف صعبه جدا. فهو فعلا ربنا يكون في عونهم وربنا يعينهم على اللي بيحصل. ده اول موضوع. تاني موضوع بقى اللي حصل النهارده في اسكندريه. انا عارف يا جماعه والله ان انا بخرج عن محتوى القناه وان احنا المفروض قناه عربيات، بس الاحداث اللي بتحصل حوالينا دي يعني بنتكلم فيها مع بعض. انا دلوقتي في اسكندريه هناك معبد يهودي. معبد اليهودي ده بيجيله سياح، تمام. كان في النهارده فوق بيزور المعبد اليهودي، وراح بعد المعبد اليهودي عمل جوله سياحيه هناك. من وسط الجوله السياحيه دي كانوا بيزوروا عمود الصواري اللي احنا فاكرين واتفرجنا عليه في الفيلم بتاع احمد حلمي بتاع صايع بحر. وهم بيزوروا المنطقه هناك بعد طبعا المنطقه ما اتطورت وبتاع. جندي امن مكلف بحمايه المنطقه، معرفش ايه اللي حصل بالظبط. انا معرفش ايه الروايه الرسميه اللي هتطلع من الحكومه. المهم ان اتضرب عليهم نار ومات 3، مات 2 اسرائيليين ومات معاهم 1 مصري. طبعا مفيش اي شريعه في العالم بتبيح اللي حصل ده. يا جماعه في حاجه اسمها كبت المشاعر. انا مش عشان خاطر متضامن مع قضيه معينه ينفعش يبقى سايح عندي مهما كانت جنسيته موجود عندي هنا في بلدي، واخد مني تاشيره. التاشيره دي زي المعاهده، يعني زي انت كده خلاص بتديله معاهده ان هو امن عندك في الارض. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من اذى ذميا فقد اذاني. يعني يا جماعه الناس دي يعني احنا عندنا كميه رحمه كبيره قوي. انا مش عارف الناس اصلا مغيبه، لان الناس المفروض تعرف دينها كويس. ده واحد عندك في الارض معهوش سلاح، مش ضاغط لك اي ضغينه ولا اي حرب ولا اي حاجه خالص. مش هقول لك دوله انت داخل عندها في معاهده السلام. انت دلوقتي عندك في الارض بيعملوا سياحه، تضرب عليهم نار ليه؟ انت ضابط امن او انت فرد امن، المفروض معتقدك ده يبقى جواك. ما تطلعش معتقدك ده على الناس وتستخدمه في حاجه زي كده. السلاح اللي معاك ده المفروض عشان تحمي السياح دول، مش عشان تستغل انت تضربهم بالنار يا جماعه. وبرده من فتره الضابط العسكري اللي كان في سينا
اللي دخل هناك برضه وقتل هناك. يا جماعه لازم نبقى على قد الموقف اللي احنا فيه. دي دوله احنا معانا يعني ليها دلوقتي معانا معاهده السلام، والاقتصاد اصلا بتاعنا مش ناقص. يا جماعه بلاش حد يتلكك لنا. السياحه عندنا الحمد لله بدات تشد نفس، يعني بدات بان نشوف شويه اعداد سياح كويس بره. الدول دي شاطره جدا 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 في استخدام الاعلام. يعني دلوقتي اوروبا كلها مع اسرائيل بسبب الموضوع انتفاضه الاقصى ده، بسبب الكام فيديو ان هم خطفوا فيه الستات والرجاله والستات العواجيز وكده. احنا لازم نعرف احنا بنشتغل مع مين. انت دلوقتي واحد عندك في بلدك بيعمل عندك سياحه، تضربه بالنار ليه؟ استفدت ايه؟ طيب ما تطلعش طاقتك دي ما تطلعش تفكيرك وتفكيرك المحدود وعدم قدرتك على احتواء المواقف. في موقف زي ده لازم يبقى كل واحد على قد المسؤوليه اللي هو فيها. اللي حصل النهارده ده، البورصه النهارده بعد ما كان عمل كام قمه تاريخيه، البورصه النهارده خسرانه 31 مليار جنيه في التعاملات بتاعت النهارده. احنا بنتكلم في اكتر من 90% من الاسهم نزلت النهارده. يعني ومع الله والله ربنا يستر الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل، واحنا داخلين على فتره صعبه، والناس كلها بتقول السنه الجايه تبقى السنه الاقتصاديه عندنا صعبه، مش ناقصين هزه كمان تخلي السياحه كمان تنزل. حاجه زي والخبر بعديها طلع 6 في سينا توفوا على طول. خبر ان صحيفه اسرائيليه قال لك ان في 6 كمان في سينا توفوا، بس احنا الحمد لله كدبنا الخبر ده. اكتر حاجه يا جماعه بتاثر حوالينا بالاحداث العالميه اللي بتحصل حوالينا، واي قلق بيحصل في المنطقه حاجتين: السياحه والاقتصاد. اي خبر بيهزهم. فيعني احنا اصلا داخلين على فتره انتخابات، داخلين على فتره صعبه، وناس كتير تقول لك اصل هيحصل تعويم للجنيه، ناس تقول لك لا مش هنخفض سعر العمله، وناس تقول لك لا هيحصل بعد التعويم والاسعار في تذبذب وعندنا مشاكل مع التجار. مش كمان السياحه الحاجه الوحيده اللي بتدخل عمله صعبه، مش عايزين هي كمان نبدا يعني ايه نعمل فيها مشاكل بسبب عمل فردي بينهم عن تفكير محدود، بينهم عن لحظه مش عارف اللحظه دي كان. وكمان انا سامع بقى اخبار النهارده على الفيسبوك، الناس كلها عماله تشكر فيه وكله عمال يهنيه باللي حصل ده، وفي ناس عايزه تترافع عنه. يا جماعه مش كده، يا جماعه مش كده. معلش انت يعني مش سهل، يعني انتوا عايزين يعني سهل ان حد يروح بيبقى بيحرس مكان يقتل سياح فيه ونسقفه ونعمل له بطل. يا جماعه مش منطق يعني. شوف الرساله اللي احنا عايزين نصدرها بره العالم ايه. يا ريت يا جماعه نغير تفكيرنا. واي حد عنده تفكير متشدد يا ريت يراجع نفسه، يا ريت يعرف الدين بتاعه بينص على ايه، سواء الدين الاسلامي، سواء الدين المسيحي، سواء الدين اليهودي، سواء اي عقيده او اي شريعه. تشوف يعني ايه مثلا حكم ان انت تاذي واحد اعزل قدامك، وخصوصا لو كان جاي عندك البلد ما بيضنش اي ضغينه وجاي يعمل عندك سياحه من اي نوع. اتمنى طبعا الخير لمصر، واتمنى الخير للمنطقه بتاعتنا كلها، وربنا يعين فلسطين عليها فيه، وربنا يوفقهم ان شاء الله ويقدروا يثبتوا رجليهم في الاراضي اللي هم بيحاولوا يسترجعوها تاني. وان شاء الله الخير لمنطقتنا العربيه كلها. كان معاكم مؤمن سيد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. يلا سلام. بس احنا الحمد لله كدبنا الخبر ده. في يا ولاد خلاص حط لايك وسبسكرايب. نزلها يا بابا ماليش دعوه.